حسام حسن يفاجئ الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد. وبمناسبة فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. حسام حسن يدلي بتصريحات مثيرة جدا نقلها موقع كورة سبورت الرياضي، يفاجئ بها النادي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا. قال حسام حسن: أول حاجة مبروك لجمهور الأهلي، مبروك للمدرب المحترم مارسيل كولر وللاعبين بالكامل. تاني حاجة بقى عاوز أقول لمدرب الوداد فاندن بروك: أتمنى تكون استمتعت معانا بمشاهدة الأهلي وهو بيرفع الكاس على المنصة. الراجل ده قبل المباراة كان بيتكلم على الأهلي كأنه رايح يلاعب فرقة في الدرجة التانية المغربية. لا يا حبيبي، انت النهاردة كنت بتلاعب الأهلي، واديك شفت الأهلي بيعمل ايه في أي حد بيشوف نفسه قدامه. وتابع حسام حسن: وعلى فكرة التحكيم النهاردة كان واضح جدا انه موجه للوداد المغربي من بداية الماتش ده، حتى الهدف اللي اتسجل للوداد من فاول من وحي الخيال اتحسب على علي معلول. ولكن الحمد لله ربنا ما بيضيعش تعب حد على الفاضي، واللعيبة تعبت النهاردة بصراحة وكانوا نجوم. مليون مبروك للأهلي وجمهور الأهلي، مليون مبروك للكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي بالكامل. فعلا الأهلي هو بعبع أفريقيا.